شوف يا اسطى، لساني ده متبري مني، مره اكشف سر صاحبي قصاد الناس مع انه قايل لي عليه امانه، ومره اتخانق مع حد واشتمه بلفظ مش تمام، او حتى اتريق على حد واضحك الناس عليه، او مثلا اوقع بين اتنين كانوا بيهزروا مع بعض. بس عادي يعني، انا راجل عفوي ونيتي خير. حقد وقلب اسود ايه بس؟ هو ده ايه ده يعني؟ ايه ده؟ هو كل ما في الامر ان اللي في قلبي على لساني، وقلبي ده مفيش اطيب منه. مفيش مشكله يعني. لا، في مشكلة والله. المشكلة ان اللي مش بيقدر يتحكم في لسانه غالبا مش قادر يتحكم في قلبه. وده مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني علشان قلبك يبقى سليم لازم لسانك يتربى. الفضيحة، الغيبة، التنمر، الكلام اللي ما فيهوش رحمة، ده كله مش تلقائية، ده سواد قلب. واللي لسانه مطلوق من غير ضابط بيمشي برجليه ناحية جهنم من غير ما يحس. أكثر ما يدخل الناس النار الفرج والفم، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فعود نفسك على ذكر ربنا، وما يطلعش من لسانك للناس غير كل خير. هتلاقي قلبك بينضف لوحده، وهتكسب دنيا وآخرة. وبس كده، ما توقفش الصلاة على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.